في ناس لما بتموت بتفضل سيرتها عايشة أكتر من وهي لسه موجودة، وتلاقي روحهم لسه بتحارب واسمهم لسه بينادي الناس للكرامة. كتير مننا ما يعرفش حاجة عن البطل أحمد عبد العزيز غير إنه شارع في المهندسين أو حتى اسم مدرسة في منطقته. لكن الحقيقة إن أحمد عبد العزيز بطل مصر حقيقي، ساب الدنيا وهو عنده 31 سنة، بس ساب وراه سيرة تفضل تعيش 100 سنة. Let's go! اتولد سنة 1917 في القاهرة، واتربى في بيت كله عسكرية وانضباط. أبوه كان لواء في الجيش، فمن صغره اتعلم يعني إيه مسؤولية ويعني إيه تضحية. دخل الكلية الحربية سنة 1935 واتخرج بعدها ب3 سنين وتعين في سلاح الفرسان. كان دايما مختلف ودماغه شغالة وبيقرا كتير وبيفكر أكتر، وكان شايف إن مهمته مش بس تنفيذ الأوامر، لأ ده كان شايف نفسه بيحمل قضية وطن. بدأ يميل للفكر الوطني وشارك في حركات سرية ضد الاحتلال الإنجليزي، وكان عنده حلم كبير إن مصر والعرب يبقوا أحرار. ولما قامت حرب فلسطين سنة 1948، أحمد عبد العزيز كان ضابط كبير في الجيش المصري، بس فاجئ الكل إنه طلب بيسيب منصبه الرسمي وينزل متطوع في الحرب ضمن جيش الإنقاذ العربي. الناس استغربت ساعتها، أنت هتسيب رتبتك ومكانك؟ قال لهم أنا مش رايح آخد رتبة، أنا رايح أرجع أرض. بقى قائد قوات المتطوعين وبدأ يدرب شباب عرب جايين من كل حتة، من مصر ومن سوريا ومن العراق ومن فلسطين. دربهم بنفسه وقادهم في معارك حقيقية مش استعراضات. كان دايما في الصفوف الأولى، بيحارب معاهم، بياكل معاهم، بينام في الخندق زيهم، وما كانش بيفرق نفسه عنهم في أي حاجة. شارك في معارك كتير زي دير البلح والخليل وبيت لحم، وكان بيدير معاركه بحكمة وشجاعة، وكان مصدر رعب للعدو رغم إن عتاده وسلاحه أقل بكتير منهم. كان دايما بيقول لهم إحنا مش بنحارب بسلاح، إحنا بنحارب بعقيدة. وفي عز الحرب بقى مصدر إلهام لكل الضباط اللي حواليه، ومنهم ضابط شاب وقتها اسمه جمال عبد الناصر، اللي كان بيشوف في أحمد عبد العزيز قدوة ومثال للقائد اللي بيعيش ويموت عشان وطنه. بس للأسف النهاية كانت مأساوية ومليانة ألم. في ليلة 22 أغسطس سنة 1948، أحمد عبد العزيز كان راكب عربيته مع اليوزباشي صلاح سالم، اللي هيبقى بعد كده واحد من أعضاء مجلس قيادة الثورة. كانوا في طريقهم للقيادة المصرية في المجدل، وعدوا على منطقة قريبة من الفلوجة وكانت فيها مواقع للجيش المصري. في اللحظة دي واحد من الحراس المصريين اسمه العريف بكر الصعيدي شاف العربية جاية بالليل ومعرفش مين اللي جواها، فبدون ما يتأكد رفع سلاحه وضرب نار، وجات رصاصة مباشرة في صدر أحمد عبد العزيز. الناس اتلخبطت وما كانتش فاهمة حاجة، وصلاح سالم كان مصدوم وبيحاول يسعفه، لكن الرصاصة كانت قاتلة وهو نزف كتير. انت متخيل ان بطل الحرب وقع مش في معركة لكن برصاصة واحد كان بيحميه؟ القائد اللي الناس كلها كانت شايفاه منقذ مات بسبب غلطة. اتعمل تحقيق واتقال وقتها ان الحارس ما كانش يعرف، بس الحقيقة المرة ان بطل زي ده يموت من غلطة ساذجة زي دي. استشهاد احمد عبد العزيز كان جرس انذار، كشف قد ايه الجيوش العربية ما كانش في بينهم تواصل ولا تنسيق، وان الفوضى مش بس عند العدو، دي جوانا احنا كمان. البطل أحمد عبد العزيز اتدفن في مدينة غزة، وتحديدا في مقبرة الشهداء هناك، واللي كانت بتضم وقتها عدد من الشهداء العرب اللي حاربوا في حرب فلسطين سنة 1948. وده كان بناء على وصيته هو، لأنه قال قبل استشهاده إنه عايز يدفن وسط الجنود والمتطوعين اللي قاتل معاهم، مش في مقابر كبار الشخصيات ولا في القاهرة. وفعلا لما استشهد أصر زملائه والقيادة على تنفيذ وصيته ودفنوه وسط رجالته في أرض المعركة في غزة. يعني أحمد عبد العزيز مدفون في فلسطين مش في مصر، وجنازته كانت مؤثرة جدا. حضرها أهالي غزة ومتطوعين عرب وجنود مصريين، وناس كتير بكت عليه مش بس كقائد لكن كأخ وصاحب وأب لكل اللي حواليه. وحتى بعد سنين طويلة ضريحه هناك بيفكر الناس بالبطل اللي ضحى بنفسه وكان موته سبب في صحوة ناس كتير. الراجل اللي عاش ومات بسيط بقى اسمه محفور على شوارع ومدارس، لكن طبعا الأهم إنه محفور في قلوب الناس اللي لسه بتحلم ولسه بتقاوم ولسه بتدور على قادة زيه. أحمد عبد العزيز ما كانش بيحارب عشان يطلع في جريدة ولا علشان حد يقول عليه بطل، هو كان بيحارب علشان ما يسيبش أرض عربية تتاخد، ومات وهو شايل الراية. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تدعم القناة بلايك واشتراك علشان نقولك أصل الحكاية.